رغم انه لسه هو نفسه بيقول لسه في الاول، لسه بادئ، بس على فكره دايس يعني، على فكره هتشوف. عايز ابقى مشهور ولسه ما وصلتش لل2000. طبعا هنا بيتكلم عن 2000 مشترك اكيد، او 2000 متابع، يعني مش شرط، في متابعين على الفيسبوك وفي مشتركين على اليوتيوب كده. فهو ما وصلش لسه ل2000. عايز ابقى مشهور لسه وصلتش لل2000. عايز تاخد فين؟ عايز تاخد فين؟ اختار اي حته الشخص ده يديك فيه. طبعا ممكن ياخد في ودنه عادي، مش لازم. احنا بنحب يعني هو لسه الراجل واخد في ودنه، مفسح ودن واحد تاني، فالموضوع مش لازم تفهمه مش غلط. لازم غلط بالظبط، صف النية يعني هيعديها رغم الحركه اللي موجوده ورا دي مش تصفية خالص. يعني ومصمم انها تبان. بفهمكم من العين، وده برضو اللي انا قلتها من الاول، بيأكد على موضوع. بس انا بيأكد على موضوع اللي هو انا واقف معاك مثلا بتاع، لاحظت انك توكسيك ازاي؟ خلاص من النظرة، بس من النظرة بيفهموا من العين. طالع زي الصاروخ ولسه ما كملتش سنتين. طبعا القافية مظبوطة مع اللي قبلها والكلام ماشي مع بعضه وموزون، وهو فعلا لسه ما يعني انت فاهم ما كسرش السنتين في المجال ده، لسه ما كملتش السنة يا مان. بس هي القافية جاية جامدة مع الموضوع، مش لازم تقول بالظبط. طبعا ده بيوحي ما يعني احنا الاسطورة كان داخل على 5 مليون قبل ما امسح القناة، وبقالي مثلا كده في المجال ده حوالي 8 سنين او 10 سنين، مش هتفرق. بس انا عمري ما نزلت فيديو وكسر ال1000 اول ساعة في حياتي. كان في عندي فيديو 4 مليون او 5 مليون ومئات الالوف، بس ما فيش فيديو فيهم اول ما نزل في اول ساعة كسر ال1000. طبعا ده التراك ده انا ما كنتش متوقع ان هو يحصل فيه. ده رقم مش اللي هو جامد، مثلا انت دلوقتي في ناس بتتكلم في ملايين وكده، بس هو بالنسبه لنا بالظبط. يعني احنا برضو بنتعامل بمبدأ حلو قوي، وده اللي مخلينا مكملين يعني، لسه فينا الروح اللي هي ايه، معافرة. مش لازم تعافر يا مان. يعني مع الشغل اللي بننزله ده بنسمع رأي ده ورأي ده ورأي ده، فبنعدل من نفسنا وبنكمل. انما ان احنا نحبط ويا بقالنا 8 سنين ما عملناش وقناه مسحناها فاحنا معاكم لسه مش هنسيب يعني مش هنسيب. ولسه ظاهر على الساحه ما وصلتش 2000 والنفسيه مرتاحه. ده فعلا بيوضح يعني، انت يا جدعان ده مش شغل ناس، بامانه والله انا شايف كده يعني، ده مش شغل ناس اول مره تشتغل مع بعض. يعني بيومي قبل كده ما كانش اللي هو مثلا يتصور ويتصور كليب ويقول مع الكلام، كانت اول مره الموضوع، اول مره لناس كتير. انا طبعا جرب الموضوع كذا مره، بس اول مره اشتغل كده، اللي هو ان انا الحاجات اللي حطيتها في دماغي طلعتها بالظبط زي ما انا بتخيل. ما كانش ناس بس كده ايه، في لقطه مصورينها بخليه انزلها، كان في فيب والشجر وبتاع، اللقطه دي ما عرفتش احطها في وفيها لخفيها بصراحة. أنا هبلع المجال ده، أنا هاكله بشراهة. ده كلام ريال على فكرة هتشوفه. طبعا بيوضح على نوايا البيومي في الفترة اللي جاية. البيومي يا ويلكم من البيومي. اللقطة دي جامدة يا جدعان، جامدة يا اسطى، جامد يا اسطى. أنا بتحرك أنت ثابت، أنت سالب أنا زايد، دايما أنت بتتكايد، بعدي من كل المكايد واحدة واحدة. افهم يا مان. أنا بتحرك أنت ثابت. طبعا أنا بتحرك دي مع الحاجات اللي فاتت، بتحرك لقدام يعني، أكيد مش بتحرك لورا، شغال يب. وأنت ثابت، مش بتعمل أي حاجة، ثابت وبتكلم. يعني المشكلة إن هو ثابت وبإيه عايز يخليك ثابت أنت كمان. المهم الحتة بقى إيه يعني، أنا اللي هي سالكة وكل حاجة، بس أول ما أنت قلت أنت سالك دي الدنيا باظت معايا. دخلت بعدها أنا زايد، بس كده العملية ارتاحت، واللي هو الحمد لله ما يعني ايه
كده ما دخلناش في الحته انت فاهم الديرتي دي. انت سالب يعني انت بتنقص، مش انت سالب اللي هي التانية. لا يعني بص يا في وورد بلاي انتوا تفهموها براحتكم، في يعني حاجات- اللي عايز يفهمها كده يفهمها، واللي مش عايز يفهمها دي كده اللي هي بيبقى كلمه او جمله ليها بتدي معنيين، معنيين كم معنى. انت اختار بقى. انت نيتك ومعنيين او اكتر، في حاجات بتبقى اكتر، بس انت بقى ما تسيبش الموضوع وتمسك في بالطرف ولا خصوصا ان الراجل برر الموضوع، يعني انت سالب وانا زايد. بتتكايد، انت بتحط لي المكايد، انت بتتكايد عليا بس انا بعدي من كل المكايد برضه، يعني انت هتتكايد بس انا هعدي. اللقطه دي في المونتاج يا اسطى جامد. ظهر اخويا في الشدايد، وفعلا احنا يعني احنا ما كملناش مثلا 3-4 شهور. وصراحه يعني انا اول مره ارتبط بناس كده بسرعه رغم ان مش مسافه، في ناس مثلا هنا ممكن يكونوا جيراننا، بس في برضو تاتشات بتاع، انما الراجل بصراحه بقالنا مثلا 4-5 شهور كده عارفين بعض. مفيش ولا تاتش حصل يعني. نطلع فوق لو ربك رايق، وده برضو دي حاجه عجباني في الشغل اللي احنا بنعمله، اللي هو احنا دايما حاطين هو ده ريل وده الموضوع، يعني الموضوع كله على ربك توفيق من ربنا. ناس حتى مثلا لما يبقى واحد عامل حاجه تافهه مثلا ونجح، ده من عند ربنا، ما رزقه. مش معنى كده المجتمع باظ والدنيا لا، باظت لا. والناس شهرت ايه صح، ومش صح. عارف ايه، لا ده الراجل ده رزقه كده، هي سمعت مع الناس ترند فتره، الراجل مثلا كسب او كده، ده رزقه، مش فهلوه مننا من الاخر، بالظبط. هو كله انت بتعمل اللي عليك وربك هو اللي بيوفق بقى، سواء بقى انت مشيت ما مشيتش انت على الله. وليها وقت معين، انت لو بقالك بتحلم بالك مثلا 10 سنين بحاجه معينه وعايز تعملها وعايز توصل لها، كمل الموضوع له ربنا، القدر بتاعك على الله، على الله الموضوع كله على الله، فما ماشي تقلقش بربك يا اسطى. واوعى تتخيل ان انت تعرف تعيش فيها لوحدك. حلو التيشيرت كويس. نازل طالع حاطط بتعاوط رميت الرميه وصابت، اللي هو يعني ايه، انا رايح جاي طالع نازل حاطط عليكو على اي حاجه انا عايز احط عليه، وبتعابط دي اللي هي يعني ايه، بعمل عبيط في حاجات معينه اللي هو بطنشها يعني، لازم بعمل من سويسرا، لازم يا مان. رميت الرميه وصابت، ودي فعلا يعني ايه زي ما تقول هي دي الرمية اللي صابت يا مان، ده حرفيا اللي بتكلم فيه، حرفيا. زي النشان كده مثلا. وفي حكمه عجباني في الموضوع ده، اللي هو من العبقريه ان انت تصيب هدف محدش عارف يصيبه، لا باظت. من الذكاء ان انت تصيب هدف محدش عارف يصيبه، بس من العبقريه ان انت تصيب هدف محدش شافه. بيومي ممكن يكون صاب هدف محدش شافه، اللي هو في حته ايه، انت لو راجل مثلا رابر، اول حاجه مثلا بتفكر فيها ان انت تشتغل مع ناس محترفه او شبه محترفه، لكن هو جه مع ناس عايزه تعافر زيه. هو احنا لو مخلصين المشوار على بعض، لو مخلصين المشوار او واخدين شوط طويل، انت خدت شوط طويل بس حصل تخبطات، بس مش من النوع اللي هو مناش فضيلك مثلا، لا مش جاي معايا ان انا اعافر لا، معاك، لا، لا. لسه انت وراك برضو تعلم حاجات وتفهم حاجات وتجرب. لا ما فيش الكلام ده بنتعلم سوا يعني. في ناس بقى اجيب اللعب عشان نشتغل هنا سوا، بس في ناس بقى من غير ذكر اسامي اعرفها وش لوش، اللي هو ايه، عايز فلوس، عايز فلوس، حتى ما هوش يعني ما هوش جامد قوي يعني، بس عايز، هو وصل لمكانه حاسس ان هو ايه حاجه كبيره، توب. فاللي وصل له ده مخليه فيه مفيش الاحتكاك اللي هو ان احنا بقى نعافر مع بعض ومش ونشتغل. عارف ايه، هو خلص حاجات وهو شايف نفسه خلاص وصل يعني. العمليه وصل. بالظبط. دي عجبتني قوي واحنا بنسجل اول مره، ما حدش مهتم بيك اكنك حاله الطقس، وهنا مش بيتكلم عن الحاله اللي هو ان انت مثلا تطلع بره تشوف حاله الطقس وكده، لا اللي انا فهمته يعني ان هو بيتكلم عن نشره الاخبار بتاعه الطقس، مش حد مهتم بيها مان. كم واحد بيبقى مثلا مهتم قوي بموضوع الطقس، بكره عامل ازاي او النهارده عامل ازاي، ده حاجات بتاعت ربنا وملناش يد فيها، فما فيش فيها اهتمام قوي غير الموضوع يعني مش لطيف. مش لطيف. الانسان ضعيف طبعا. وبقينا في ازدراء
للشخص اللي هو بيحط عليه، اللي هو محدش مهتم بيك يعني ولا حاجة. انت لا شيء يلا، انت لا شيء يلا. ده الطريق الوحيد، ما عنديش اي تشانس. هذه المشكلة. اللي هو من الاخر هذا المشكلة. في طرق كتير، انا اخترت الطريق ده اللي هو احنا ماشيين فيه دلوقتي، اللي هو هنعافر فيه وهنوصل وهنعافر. ما عنديش اي تشانس، ما فيش اي خيارات تانية، هو ده. سن بعدت عنك معرفتك كانت اللقطة دي بعدت